لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالقرآن كله إعجاز، والإعجاز في القرآن جعل العرب يخضعون لكتاب الله ولسماع آيات القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن القرآن الكريم في كل آية من آياته وفي كل لفظة جاءت في القرآن الكريم نرى فيها إعجازا. فحينما يأمر المولى عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله قل، وهذا أمر على التحقيق لأنه جاء من الرب الأعلى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا الأمر الذي انحدر من الله إلى رسول الله يكون أمرا لنا. إذن فالأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لجميع الموحدين الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. نعم. ثم يقول سبحانه قل أعوذ، كما شرح الشيخ والحمد لله، يعني أتحصن. قل أعوذ برب الناس، ومعنى الرب المربي. نعم. يعني ربانا بأن خلقنا من عدم وأمدنا من عدم، فما من طعام وما من شراب وما من شيء نستخدمه في هذا الوجود إلا وهو من صفة رب. فكل ما نحن فيه الآن من العطاء إنما هو من هذه الصفة، صفة الرب. رب بمعنى مربي، يعني ربانا بكل هذه النعم. وطالما أن النعم كلها جاءت من عند الله عز وجل، إذن لا نتوجه لأحد بعد الله تبارك وتعالى في أي شيء في هذه الحياة. فكل ما يريده الإنسان وما يطلبه الإنسان يطلبه من الرب تعالى. ولذلك دائما تأتي كلمة رب لتدل على أنه المنعم الوحيد. وكل ما جاء على أيدي العباد وجاء من العباد للعباد إنما هو من الله عز وجل أولا، لكن على أيدي العباد حتى يتعايش الناس مع بعضهم. ولكن لا بد أن يفهم الجميع أن كل عطاء جاء من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إذا كان العطاء كله من الله بصفة الربوبية، يأتي ويقول ملك الناس، يعني له الخلق في كل شيء وله الأمر. كما قال سبحانه في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر. فالخلق يعني كل المخلوقين خلقهم واحد وهو الله عز وجل، وكل شيء خلقه الله للعباد إنما جاء منه تفضلا على العباد، ومع ذلك فهو الآمر. ولذلك قال قل أعوذ برب الناس، ثم قال ملك الناس، أي يملك عليهم الأمر. لا يستطيع واحد منهم أن ينفلت بقبضة المولى تبارك وتعالى، فكل الناس وجميع ما معهم في قبضة الله وحده لا شريك له، لا يتفلتون ولا يستطيعون بعدا عن الله رب العالمين. ولذلك جاء في الحديث القدسي الصحيح أن الله عز وجل يقول للعباد عن حياة العباد في الأرض وحياتهم تحت السماء: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلوائي ولم يشكر لعطائي، هذه الثلاثة، فليخرج من تحت سمائي وليطلب ربا سوائي. سبحانه وتعالى. ولذلك كان على كل واحد من الموحدين أن يعترف بهذا المعنى حتى يشعر بأنه عبد لواحد فقط هو الله، وهو ربنا، وهو الذي يملك علينا أمرنا. ثم بعد ذلك يأتي إله الناس، يعني إذا كان الله هو الذي خلق وهو الذي أمد من عد وهو الذي له كل شيء وله الأمر، إذن هو المقصود بالعبادة. ولذلك قال إله الناس،
إذا جاء الترتيب ينبني بعضه على بعض. أنا الذي خلقتكم وأنا الذي أملك أمركم، إذا الواجب ألا تعبدوا سواي، فأنا الله الذي لا إله إلا أنا. سبحان الله. فضيلة الدكتور، بعد إذن فضيلتك عاوزين نعرف سر تكرار كلمة الناس في هذه الآيات الثلاث. قل أعوذ برب الناس، وبعدين ملك الناس، وبعدين إله الناس. جاءت كلمة الناس أكثر من مرة للبيان والإيضاح لجميع العباد، حتى لا يغتر الواحد منهم بما تحت يده من رزق. نعم. كأن الله يقول له: يا فلان أنت من الناس وأنا ربكم، أنت من الناس وأنا الذي أقول لكم افعلوا أو لا تفعلوا، وأنت من الناس ولا عبادة لواحد منكم إلا أن تكون لي أنا، فأنا المعبود بحق. نعم. طب لو انتقلنا إلى سؤال تاني فضيلة الشيخ. نعم. سر التدرج في هذه الصفات، يعني من صفة الربوبية إلى صفة الملك إلى صفة الألوهية. هذا التدرج لإفهام الناس، لأن عقل الإنسان لا يأخذ القضية من نهايتها. نعم. وإنما يحتاج من المتحدث، والمتحدث هو الله عز وجل. نعم. أن يخاطبه على قدره، كما قال صلى الله عليه وسلم: خاطبوا الناس على قدر عقولهم. نعم. والقرآن بلسان عربي مبين. نعم. والعرب كانوا دائما يتدرجون ليأخذوا المتحدث معه دائما من الخطوة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة. نعم. يعني الله عز وجل لم يقل له اعبدني من بداية الأمر، وإنما قال له: أنا الذي أنعمت عليك وأنا ربك وأنا الذي أملك الأمر عليك. فإذا ما قال له وأنا الإله فاعبدني، يقول: نعم يا رب. نعم. إذن هذا التدرج كان لابد منه حتى يفهم الإنسان نهاية الأوامر ببداية الأوامر. الله يفتح عليك يا دكتور. الله تعالى. وكما عودناكم مشاهدينا الكرام في